يا ترى ابنك أو بنتك بيرفضوا ليه المذاكرة وبيزهقوا منها بسرعة جدا؟ كتير مننا بنفكر إن السبب في الطفل نفسه، أو إنه كسلان أو إنه مش شاطر، لكن الحقيقة إن أغلب الأطفال بيحبوا يكتشفوا ويتعلموا بالفطرة. المشكلة بتحصل لما التجربة التعليمية نفسها بتتحول لشيء مرهق أو سلبي بسبب ممارساتنا، أو يمكن الطريقة اللي احنا بنعلمه بيها من غير ما نحس. النهاردة بقى هنتكلم عن أهم الأخطاء اللي بتخلي الطفل يكره المذاكرة من سن صغير، وهنشوف إزاي نصلحها عشان نرجع تاني الحماس للتعلم. أول حاجة، لما نقول للطفل شوف صاحبك أشطر منك، شوف بنت خالتك جابت إيه، إحنا كده بنخلق عنده شعور بالنقص. الطفل بيفهم الرسالة دي كأنه مهما عمل مش هيكفي، وده بيأثر على ثقته بنفسه، وبدل ما يتحمس يحس بإحباط ويتراجع أكتر وأكتر. المقارنات المستمرة مع الآخرين ده مش حل، لكن الحل إن أنا أقارن الطفل بنفسه مش بحد تاني. أمدح التطور اللي حققه هو حتى لو خطوة صغيرة. أنا مبسوطة إنك خلصت التمرين أسرع من المرة اللي فاتت. أنا مبسوطة إن النهاردة خطك أحسن من امبارح. أنا مبسوطة إن أنت بتتطور وما شاء الله مستواك بقى أحسن من الأول كده، ولكن مش أقارنه بأي حد تاني. تاني حاجة، التوتر والصوت العالي بيعملوا دايما رابط سلبي بين الطفل والمذاكرة. الطفل لما يسمع صوتك بيعلى أو يشوف تعبيرات الغضب على وشك بيترجم إن المذاكرة دي وقت الضغط والخوف، وده بيخليه دايما يتهرب منها أو يسرح علشان يبعد عن التوتر. فبدل ما احنا نخلي الوقت ده وقت الصوت العالي والتوتر والخوف، نخليه وقت المرح ووقت وقت الضحك والهزار. خلي وقت المذاكرة دايما هادي قدر الإمكان. مش هقولك يعني اعملي المستحيل، هو ساعات الوقت ده بيكون فعلا بيضايق وبيعصب، وخصوصا الطفل بيكون باله طويل قوي، والأم بيبقى ما عندهاش خلق اللي هو بيعمله فيها وبتتعصب. معلش هنحاول ناخد نفس كده أو استراحة قصيرة ونرجع نكمل تاني لو حسيت ان انت بدأتي تتضايقي. تمام. والاستراحة دي ممكن بقى بلعبة بيحبها، بحاجة حلوة يسمعها، بحاجة حلوة ياكلها، أي حاجة نعمل فيها بريك بحيث إن إحنا الاتنين ناخد فاصل. تمام. نعمل حاجة إحنا الاتنين نشربها مع بعض، يحس ساعتها إن المذاكرة دي بتخلينا نقعد مع بعض قاعدة حلوة. كمان في أوقات كتير بنطلب من الطفل يذاكر أو يحفظ حاجات مش مناسبة خالص لسنه أو لمستواه، فبنلاقيه بيقف عاجز ومش عارف يكمل. انت اعرفي مهاراته بالظبط واعرفي قدرته، ما تحاوليش تشيليه فوق طاقته. وده تقدري تعرفيه باختبار الذكاء، تعملي له اختبار IQ وتعرفي المستوى بتاعه بالظبط علشان خاطر ما تحملهوش فوق طاقته، وتعرفي بالظبط مستواه وقدراته ايه، والطريقة اللي هي المفروض تكون مناسبة لقدراته والطريقة اللي يقدر يستوعب بيها. الطفل معروف انه بعد مثلا 25 دقيقة بيبتدي يفصل، بدل ما تستمري اكتر مثلا من نص ساعة، لا ما ينفعش، هتلاقيه هنج منك. خليكي مثلا بعد تلت ساعة كده نعمل اي بريك 10 دقايق، ال10 دقايق دول نعمل فيهم اي حاجة هو بيحبها، او نضحك معاه او نهزر معاه او نلعب معاه، ولما يعمل ريفرش كده تمام نبتدي نرجع تاني ونفهمه المعلومة بطريقة ابسط حسب طريقة استوعابه او فهمه للمعلومة. ونقسم المهمات لخطوات صغيرة، مش لازم نعمل كل حاجة في وقت واحد. احنا نقدر نعمل شوية دلوقتي ونعمل بريك ونرجع نكمل تاني، وهكذا، عشان خاطر ما نضغطهوش ونحس ان الموضوع كبير ونديله كله دفعة واحدة، فبالتالي مش هيكمل معاكي اطلاق. برضو في اوقات كتير احنا بنركز على النتيجة النهائية وبس، وننسى ان احنا نشجعه على ان هو يحاول، او نقول له مثلا برافو ان انت عملت كده، ما شاء الله عليك، نحسسه قد ايه ان مجهوده ده حاجة كبيرة، مش انه ملوش قيمة. لا، امدح المحاولات اللي هو عملها، وحتى لو هي مش كاملة، حتى لو هي حاجة بسيطة، لا احسسه ان هو حاجة ما شاء الله، علشان خاطر يستمر، عشان خاطر يقدر يكمل معايا، مش يوقف ويحبط ويحس ان هو خلاص مش قادر يكمل. برضو بعض الاوقات لما الطفل بيغلط او يرفض طلب بنربطه دايما بالمذاكرة كعقاب، طالما عملت كده هتذاكر زيادة. ده بيخلي الطفل يربط التعلم ده وسيلة للحرمان أو عقوبة، أو إن هو حاجة وحشة بتعاقب بيها لما بعمل حاجة غلط، وده أخطر حاجة. انت كده بتكرهيه فيها وبتحسيه قد إيه إن المذاكرة دي عقاب. خلي المذاكرة نشاط طبيعي جدا، وخليه إيجابي، وخليه بدل ما يكون عقاب خليه إن هو ده الحاجة حلوة،
حولي المذاكرة دي إن هي وقت اللعب ووقت الجمال ده كله اللي إحنا بنقعد نستمتع فيه وننبسط فيه. لأ، أنا بقى إيه، خلاص مش هذاكر معاك طالما أنت بتعمل الحاجة الفلانية. لأ، أنا خلاص مش هذاكر معاك ومش هلعب معاك، واحنا ايه بنلعب مع بعض. ما خلاص هو حب الوقت اللي احنا بنلعب فيه وبنقعد فيه ونشرب فيه وناكل حاجة فيه، كل ده بيحصل وقت اللعب. وبناخد بريك كتير وبنتكلم كتير مع بعض وبنقعد نحكي عن حاجات حصلت في المدرسة وحاجات حصلت في الدرس وحاجات حصلت مع أصحابي وبنضرب أمثلة. كل ده عايز طولة بال وعايز صبر منك. وده هي دي التربية، مش التربية مجرد رعاية ان انا اوكل واشرب وانبس وخلاص وكده انا عملت اللي عليا. لا، التربية الحقيقية هي في القعدة دي، هي دي التربية، هي دي كل الحاجات اللي بيكتسبها منك، هي دي التربية. كمان ما اقعدش اضغط عليه بكم كبير من المهام، يعني زي ما قلنا نخلي الحاجات بسيطة عشان خاطر ما يحصلوش الإرهاق الذهني ده يخليه مش قادر يكمل. قسميله زي ما بقول فترات المذاكرة، كل مثلا 15-20 دقيقة نبتدي نعمل استراحة بسيطة عشان خاطر يقدر يستوعب أكتر. تمام. نختار برضو وقت يكون مناسب للمذاكرة، يعني ما يجيش وهو تعبان وجعان ولسه راجع من نشاط مثلا، راجع من نادي مثلا أو راجع من اللعبة أو مش قادر يركز أصلا أو شكله عايز ينام، واجي في الوقت ده واختار الوقت ده إن هو يكون وقت المذاكرة. ما ينفعش طبعا، لازم أختار الوقت اللي يكون في ذهنه كده صافي وجسمه مرتاح، ويكون مثلا بعد وجبة كده خفيفة أو إنه هو ارتاح راحة بسيطة، ونبتدي أنا وهو إن إحنا يلا بينا كده مذاكرة صغيرين وبعدين ناخد بريك تاني، وهكذا علشان خاطر يحب الموضوع. من الآخر، الطفل لو حس إن التعليم ممتع ومليان تشجيع ونجاحات صغيرة هيتحمس يكمل، ولو ارتبط عنده إنه ده ضغط ومقارنات وصوت عالي هيدور على أي طريقة يهرب منها. دورنا إن احنا نوفر بيئة هادية ومحفزة تخلي الطفل يحب المذاكرة بدل ما يخاف منها. نخلي بالنا من الخطوات الصغيرة دي، صدقيني هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا، وهتحللك مشكلة المذاكرة دي، وهتبقى قاعدة جميلة جدا جدا جدا، وهتخلي طفلك يحب المذاكرة من غير أي مشاكل لا ليكي ولا ليه.